بقولك يا ماما. قولي يا حبيبي عايز ايه؟ بصراحة كده يا ماما كان في موضوع مهم كنت عايز اكلمك فيه. موضوع ايه يا ابني؟ اتكلم انا سامعاك. في واحدة بحبها وكنت عايز اتقدم لها. يا ابني ده احنا ظروفنا صعبة اوي اليومين دول، وغير كده اختك احنا عايزين نجهزها، ده انت المفروض تساعد معانا. لا ما انا هساعد معاكي، بس المشكلة ان في عريس هيتقدم لها وانا بصراحة خايف ان هي تضيع من ايدي. طب وانا بايدي ايه اعمله؟ انا كنت عايز اجيب دبلة بس يعني اتقدم لها بيها وبعد كده يبقى ربنا يحلها. يا ابني انا ما حلتش الا المعاش اللي باخده، وانت عارف الجمعيات والالتزامات اللي عليا. طيب يا ماما. يا ابني انا مش عايزاك تزعل. طب بص، استنى عليا شهر كده وانا هتصرف لك في فلوس الدبلة. شهر ايه بس يا ماما؟ ده في عريس هيتقدم لها بكره. طب خلاص بقى سيبها على الله، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. طيب يا ماما.